السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي بلايك وتشتركي في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اول حاجه، اول ما صحيت دخلت على المطبخ كده، اكيد يعني هنفطر كحك وبسكوت، مش هنفطر حاجه تانية يعني. آه فقلت اعمل كده مج شاي عشان افوق، وفي نفس الوقت يعني مش هفطر، يعني هو كنت هاكل البسكوت والكحك والحاجات دي. أه حاجة يعني كده تخليني بس افوق. بعد كده بقى قلت هدخل هنضف الجزء ده، لان انا بصراحة مش حابة ان هو يتبهدل او كده. مش عارفة اوريكم الفازة دي ولا لا، انا كنت مصوراها بس تقريبا ما نزلتهاش في الفيديو اللي هو بتاع العيد وكده، لان انا كنت مصوراه. يعني الوقت كان ضيق قوي وانا فعلا بصور، يعني عايزه اقول لكم الفيديو مدته دي ببقى منقصه منه، في نفس الوقت انا بصور اجزاء اجزاء، لان طبعا بيبقى صعب ان انا اصور فيديو متواصل. فالمهم يعني الفازة دي هتشوفوها دلوقتي. جبتها، خامتها حلوه جدا وحجمها حلو، انا كنت حابه حاجه تكون صغيره كده، وجاي معاها مبخره، وجاي معاها اللي هي الصينيه اللي بتتحط عليها، حلوه جدا. بس فهنا بقى شلتها وابتديت كده امسح الترابيزه، عشان مش حابه الدنيا تتكركب عليا وكده، لان فعلا مش عارفه لحد دلوقتي ارجع لنفس الروتين في حياتي وكده. فظبطت كده الدنيا ومسحت وكنست بقى، قلت هكنس هنا السجاده، وعشان شفتوا الفازه دي، الجزء اللي فيها ده اللي هو بدل الورد، مش عارفه اسمه ايه بصراحه، كان واقع. قلت هكنسها، وهنا كنستها عادي بالمشي عادي، عشان طبعا مش هينفع اشغل المكنسة، اكيد عرفتوا. هنا كنستها، ما كانتش محتاجة حاجة، وجيت هنا الكنب نفسه رتبته كده كويس، وظبطت الكوشنات عليه. الحمد لله كانت الدنيا نظيفة، لان ده الفيديو ده مصوراه يا تاني يوم العيد تقريبا، يعني تاني يوم العيد تقريبا. بس انا بسجل مؤخر، لان والله الوقت فعلا مش عارفه، مش ظابط خالص الحمد لله. بس وعطلت بقى الدنيا كده وخليتها فله، عشان انا بني ادم مبحبش الكركبه. وبعد كده بقى دخلت، قلت بقى هطبق حبه الغسيل دول بتوع الاولاد وكده. غسيل ده انا غسله على ايدي بصراحه. كده كده لبس مراد بغسله دايما على ايدي، وسليم بغسله عادي في الغسالة. بس اللبس ده يعني ما كانش محتاج، يعني قلت انا هغسل على ايدي هغسله خلاص، ما كانش محتاج حاجة، مش مبهدل. يعني هو كان محتاج شطفة بس كده وخلاص. وطبعا اللبس الابيض بتاع سليم، عايزه اقول لكم لو غسلته في الغسالة ما بينضفش، فبضطر اغسله على ايدي يعني، مبحبش اخاطر باللبس الجديد. انا كنت بوريكم السلوبيتا دي، جه عليها كان في سلوبيتا تاني لونها احمر، رغم ان انا غسلاهم على ايدي، فلما نشرتهم جنب بعض لقطت منها اللون، فالحمد لله يعني. المهم هنا بقى طبقت كده كل الحاجات، ما كانش كتير يعني بصراحة، كان غسيل بسيط يعني. ودخلت قلت هعمل غدا، عملت كده حبة مكرونة، وقلت هعمل معاهم ستريبس اللي هو بتاع الوطنية ده. عايزة اقول لكم حلو جدا جدا جدا، والفراخ نفسها نظيفة بتاعته، فلو حد حابب يجربه حلو قوي. ودي الصلصة اللي انا عاملاها معاكم، وهوريكم في اخر الفيديو عملت ايه. عملت حبة تفريزات تاني الحمد لله. فانا بقى عملت عادي مكرونة بصلصة، وحمرت جنبها الستريبس، وبس. ده كان الاكل بصراحة بتاعنا.
نيجي هنا بقى حبيت افرز حبه كمان. كان عندي طماطم وماما كانت جايبه لي طماطم، قلت افرز اللي عندي والحبتين اللي هما يعني هما مش كتار، يعني دي نص كيلو او كيلو الا ربع مثلا، اخليهم يعني حب صحيح وكده. فعملت اللي هما كانوا قدام عندي. فجيت هنا بقى قلت اللي هي القديمه وكده، مش قديمه بقى قديمه يعني، بس اللي هي يعني موجوده عندي، قلت هفرزها والجديدة هشيلها، يعني خليها مثلا لو سلطة، لو محتاج يعني طماطم يعني هقطعها وكده او هحطها على اكلة يعني معينة. فالمهم شلت كده الطماطم العيدان اللي كانت فيها دي ما كنتش شايلاها. معلش اسفة صوتي بيقطع بس. فالمهم جيت كده ابتديت انضفها وغسلتها وحطيتها بقى في الحلة وبسيبها على النار تنزل ميتها وتستوي، وبعد كده بقى بضربها. وهنا عندي كده حبة جزر، قلت بدل برضه ما يبوظوا، هو الجزر يعني بياخد وقت بس برضه بيبوظ. فانا قلت انا كده كده كنت عايزة افرز جزر عشان لما ما بيكونش موجود وكده. انا بحب في الرز بقى البسمتي والشوربة والحاجات دي انا بحب يكون فيها جزر، فقلت هفرزه يعني كده كده ما يعني مبستخدموش بصراحة، فقلت خلاص افرزه وخلاص. وعايزة اقول لكم الحاجات دي كلها والله بتنفع، والتفريزات بتبقى حلوة جدا جدا جدا. فلو انت عندك وقت بجد فرزي، يعني انا بالنسبة لي مش قادرة مش قادرة اقولكم عشان افرز دول يعني. الحمد لله، بس الحمد لله فرزتهم يعني. ف انا كل شوية بقطع الفيديو وبرجع فبنسى اصلا كنت بقول ايه. المهم ففرزته بصراحة حلو جدا. انا بقى جبت الكبة ما كنتش عارفة في قطعة مش لاقياها، مش عارفة هي فين، ليه بتبقى اقصر من القطعة اللي هي واقفة دي، فمش عارفة هي فين، هدور عليها ان شاء الله بكرة. المهم جيت هنا احط المبشرة اللي هي الكبيرة، ما كانتش راضية تركب. بعد كده بقى ركبت دي، ركبت عادي، وبشرت البصل زي البصل الجزر. احسن حاجة ممكن تبشر معاكي الجزر حلو هي بصراحة لو انت عندك اسمها ايه، عندك بقى الخلاط اللي هو الكامل ده، الكبة بتاعته ما شاء الله حلوة جدا، مش عايزة احسبها كفاية انا عندي الكبة اتكسرت وعندي بلندر وراها على طول باظ، فالحمد لله. لحد دلوقتي ما جبتش ولا ده ولا ده، مش مهم الكبة بس محتاجة فعلا هاند بلندر. المهم بشرت الجزر وهوريكم دلوقتي في الاخر تقسيمته وكده. هنا كان عندي البصل ده جديد، مش قادرة اقول لكم الصعوبة وانتوا بتقشروه. الحمد لله اني فرزت شوية. مش عارفة بصراحة دول قد ايه، بس قلت افرزهم. برضو زي ما بقولكم التفريزات بتبقى صعبة في وقتها، يعني ممكن تاخد منك شوية لو انت كمان بتفرزي كميات، يعني في ناس ما شاء الله بتفرز اكتر. وبالنسبة بقى للبصل والطماطم الحاجات دي غالية، فممكن تجيبيها وتفرزيها. وكمان الطماطم اي ما ترخص ممكن تجيبيها وتفرزيها بكميات ما بيجرالهاش اي حاجة. والبصل طبعا انا جربت كتير فرزته كان حلو. آه فهنا بقى البصل ده عشان جديد حراق جدا، انا عيني حرفيا مش قادرة، يعني انا كنت بعمل واحدة ويعني بشم نفسي كده وبرجع اكمل، بس الحمد لله انه خلص، يعني قدرت وخلصته كده. هو خد معايا وقت عشان بس انا طبعا معايا طفل صغير فشوية عيط مش عارفة ايه، فخد معايا وقت عشان كده. بس يعني الكميات اللي انا عاملاها دي لو مع حد تاني ممكن ما تاخدش اصلا معاه وقت خالص، لان هي مش كتيرة، فاهمين قصدي، مش كتيرة خالص. بس انت بقى لو عندك وقت مفيش اطفال صغيرة اوي كده، ممكن تفرزي بقى كميات وهتفرق معاكي جدا 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 حرفيا. وهنا الطماطم عقبال ما خلصت كانت استوت وبردت وكل حاجة.
هضربها برضو في الخلاط دلوقتي. كنت ضربتها في الخلاط وبس كده. كنت خلصت. عملت كده 4 اكياس طماطم صلصة، وعملت 3 بصل حلوين حجمهم حلو، وعملت 2 جزر برضو يعني مليانين. بس كده ده الفيديو بتاعنا النهارده.